7 علامات على إن الشخص اللي معاكِ ده بيستغل طيبتِك وأنتِ فاكرة إن ده حب. أهلًا بيكم في حلقة جديدة من أسرار مع أسماء. النهارده هنتكلم عن حاجة وجعت بنات كتير، وجع مش واضح، هو مش خيانة صريحة ومش إهانة مباشرة، لكن وجع بييجي بالتدريج، وجع اسمه إن طيبتِك تتحول لأداة يستخدمها حد ضدِك. في فرق كبير أوي بين إنِك تكوني إنسانة طيبة وبين إنِك تكوني مستنزفة. مش كل حد بيقولك انتِ طيبة أوي معناه إنه بيقدر طيبتِك. في ناس بتحب طيبتِك دي بس علشان تسهل عليها إنها تاخد منك كل حاجة. فلو حسيتي قبل كده إنك بتدي أكتر ما بتاخدي، ولو حسيتي إنك دايما واقفة جنب حد بس لما بتحتاجيه مش بتلاقيه، يبقى الحلقة دي ليكي انتِ. أول علامة على إن الشخص اللي قدامك ده بيستغلك إنه بيظهر بس وقت ما بيكون محتاج حاجة. هو مش بيكلمك فجأة غير لما يبقى عنده مشكلة، مش بيبعتلك مسج غير لما يبقى محتاج دعم، ومش بيفتكر وجودك غير لما الدنيا بتضيق عليه. لكن في المقابل لما انتي بتكوني محتاجة حاجة هتلاقيه يا إما مشغول أو مش سامع التليفون أو عنده ظروف. لازم تبقي عارفة إن العلاقة مش خدمة طوارئ. الحب ده مش رقم بنرن عليه وقت الأزمات وبس. تاني علامة إنه بيحسسك بالذنب لو رفضتي أي حاجة. يعني لو أول مرة بتقوليله لأ هتلاقيه اتغير ويقولك انتي بقيتي قاسية قوي، أو انتي زمان ما كنتيش كده، أو أنا ما طلبتش منك حاجات كتير. يعني بيحسسك إنك لما بتحطي حدود تبقي غلطانة، وكأن حقك في الرفض جريمة. خليكي عارفة إن اللي بيحبك بجد بيحترم رفضك زي ما بيحترم قبولك. تالت علامة إنه بيقلل منك على هيئة هزار. بيقولك مثلا انت دراما قوي، أو دماغك صغيرة، أو انت مكبرة الموضوع، ويقعد يضحك. ولو زعلتي منه يقولك يا ستي ده أنا بهزر. بس الحقيقة إن الهزار المتكرر اللي بيكسر ثقتك في نفسك ده مش هزار، ده تقليل منك بس مغلف بابتسامة. رابع علامة انك دايما انت اللي بتبادري، انت اللي بتسألي، وانت اللي بتصالحي، وانت اللي بتفتحي كلام، انت اللي بتهدي المشاكل. جربي كده تسكتي يومين هتعرفي قيمتك عنده. العلاقة اللي بتموت اول ما بتبطلي مجهود ما كانتش علاقة اصلا. خامس علامة انك بتلاقي ان مفيش مقابل لتعبك معاه. انتي بتقعدي تسمعي مشاكله بالساعات وبتدعميه وبتشجعيه وبتستحمليه، بس لما انتي تحتاجي نفس الاحتواء ده بتحسي انك تقيلة قوي عليه. العلاقة الصحية لازم يبقى فيها تبادل، مش طرف بيدي وطرف التاني بياخد وبس. سادس علامة انه بيتضايق اول لما بتحطي حدود لنفسك، اول لما بتقوليله مثلا انا مش هقدر اعمل كده، او الطريقة دي بتضايقني، او انا محتاجة وقت لنفسي. بيتحول فجأة ويبقى بارد ويعمل نفسه انه متضايق ويبعد عنك، لان في الحقيقة هو كان مرتاح من غير الحدود دي. سابع علامة انه بيخوفك من فكرك انك تعيشي من غيره، يخليكي تحسي انك لو مشيتي مش هتلاقي حد يحبك، او انك ضعيفة وانت لوحدك، او ان محدش هيستحملك غيره. وعلى فكرة ده اخطر انواع الاستغلال، لانه بيكسر ثقتك بنفسك عشان تفضلي موجودة معاه في العلاقة المؤذية دي. خليكي عارفة ان الطيبة مش ضعف. المشكلة مش في قلبك الابيض ده، المشكلة في اللي بيشوفوا فرصة ويستغلوا. انت مش مطلوب منك انك تنقذي حد، ولا تثبتي لحد انك كويسة، ولا تفضلي تدي عشان تحافظي على حد. اللي عايزك بجد هيختارك وانت قوية، هيختارك وانت عندك حدود، هيختارك من غير ما يستغلك. لو حسيتي انك شايفة نفسك في اي علامة من دول ما تجلديش نفسك. كلنا بنتعلم، كلنا غلطنا في وقت من الاوقات، بس اهم حاجة تتعلمي تحطي حدود وتختاري نفسك اول اختيار. دلوقتي قوليلي بصراحة، هل في يوم حسيتي انك كنتي بتدي حب اكتر من اللي بتاخديه؟ وايه اكتر علامة من السبعة دول حسيتي انها حصلت معاكي فعلا؟
مستنية أقرا كلامكم في الكومنتات، ولو الحلقة دي لمست قلوبكم متنسوش تشاركوها مع أي بنت ممكن تكون محتاجة تسمعها.